عندنا حكم عديم الاخلاق، عديم التربيه. عندنا حكم في ماتش الاهلي وشه زي الخنفسه. النهارده ضحكة ايه وفرحة ايه وسعادة ايه وابتسامة ايه؟ بيحكم لحبيبه، بيحكم للزمالك. انما انحرافات هتفضل الانحرافات دي طول ما اللي زي دول موجودين بيمسكوا صفارة. ده اللي لعب الاهلي والمصري وانظر محمود متولي وحرمه من ماتش الزمالك. ده الخنفسة اللي كانت في ماتش الاهلي وشها زي الخنفسة النهارده عامله. وبعد ده كله الزمالك يكسب 3-2 في الشوط الثالث، وبعد ده كله الزمالك مكمل في كاس مصر وممكن يكسبه. ما هو كسبوا سنة 2015 كده، سموحة قطعته ولها 3 بينالتي. كان الحكم سمير عثمان اللي بيطلع دلوقتي على الشاشات وبيحلل تحكيم. سمير عثمان ده سمير محمود عثمان. 2015 الزمالك وسموحة في نصف النهائي، سموحة ليه 2 بينالتي وخلص الماتش تعادل، والزمالك كسب في ركلات ترجيح وراح خد الكاس. عادي، ما الحكام دول يكسبوا الزمالك على ريال مدريد وعلى برشلونة. هو اللي زي وليد عبد الرزاق ده القذارة في صفارة ما يقدرش يعمل كده؟ يقدروا يعملوا كده. بروكسي النهاردة بدل ما يعمل تاريخ ويكتب مجد ومفاجأة، طلع مظلوم خسران 3-2 وليه 2 بينالتي. عيني عينك، وعليه جونين مش جونين.